السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في صفحة أبناء المنصورة لعشاق السيارات. من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا في الجير الأوتوماتيك هو الفحص، والفحص ده اللي بياخد مننا وقت كبير جدا. منها بنقدر نحدد المشكلة إذا كانت في الكنترول أو في الكهرباء بتاعة السيارة، أو المشكلة بتكون في الكونفرتر أو في الأجزاء الميكانيكية اللي بتكون داخل الجير الأوتوماتيك. والأجزاء الميكانيكية ديت اللي بترتب عليها إن أنت لازم تفحص الجير كامل ولازم تفتحه بشكل كامل علشان تقدر تحدد إذا كانت المشكلة في درام ولا في ديسكات، ولا المشكلة في كلاتشات أو في البساتم الداخلية اللي بتشغل الدرامات ديت وبتحرك الدرام تخليه مثلا يلقط الكلتش او يضغط على الكلتش عشان يبدا يشغل السرعه المطلوبه. وطبعا اللي بيتوجه ليها الزيت اللي بيبقى خارج من السولونايد، والسولونايد دوت بيكون موجود في الكنترول او في العقل بتاع الجير نفسه. الزيت ده بيطلع من ترمبه الزيت او من الكونفرتر على حسب الاتجاه بتاعه وعلى حسب الخريطه اللي موجوده في العقل نفسه، وبيروح بناء عليها بياخد امر من الكمبيوتر بتاع السياره وبيبدا يفتح السولونايد على حسب السرعه المطلوبه. واللي بياخد اشاره منها اكبر من كده هو حساس الانبوت والاوتبوت. حساس الانبوت والاوتبوت اللي بيعرفوا اشاره الجير من جوه او سرعه الجير من جوه ماشي على السرعه الكام، والمفروض يفتح السولونايت رقم كام، وبناء عليها برضك كمان السياره بتمشي معاك مظبوط. وعلى كده بنقدر نحدد المشكله بتاعتنا. اول ما بنفتح الجير زي ما انتم شايفين قدامنا بنطلع الدرامات وبنطلع الكلاتشات منها وبنحدد المشكله وبنعرف السبب فين بالظبط. ده اذا كان المشكله ميكانيكيا، ولكن اذا كان المشكله كهربائيا لازم ليها فحص كمبيوتر وفحص فني علشان نعرف طقم الواير بتاع السياره اذا كان في مشكله ولا لا. المشكله في طقم الواير وحصلت قفله وانت عندك كهربائي، ولا المشكله في الكنترول او العقل بتاع السياره. وطبعا المشكله بتاعت الجير اللي قدامنا ديت مش مشكله جير خالص، المشكله ديت مشكله صاحب السياره راح يبدل زيت. وطبعا انتوا شايفين نظافه الجير من جوه شكلها عامل ازاي. الجير دوت اتبدل له زيت وهو سخن فبوظ السيتك الداخليه او البساتم الداخليه بتاعت الدرامات، فاضطرينا ان احنا نفتح الجير بشكل كامل علشان نقدر نصلح المشكله ديت ونقدر نحلها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وما تنساش تصلي على النبي واكتب لنا رايك في التعليقات. اشوف وشكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله.